في حالة كده من التضخيم والبروزة لإدارة بيراميدز، ونجاحات إدارة بيراميدز ولا عمرو بسيوني ملك الصفقات، الراجل اللي بيخش على أي صفقة يخلصها في ثواني، وأقوى سكواد في مصر وإنجازات وبطولات وصفقات. هري كتير، بس هري مدفوع الأجر. أولا، هي فين إدارة بيراميدز دي؟ هما 3 تنفار مأجرين شقة أوضة وصالة في التجمع الخامس، دي كده بقت إدارة؟ هو ممدوح عيد وعمرو بسيوني وهاني سعيد دول كده إدارة محترمة؟ هي فين الصفقات دي؟ دول عاملين زي الزمالك بالظبط، بيتاجروا في الخسارة، واللي بيشتروه في الصيف بيعيروه أو بيبيعوه في الشتاء، واللي بعده واللي بعده هلم جر. مثلا الشقلة اللي اشتروها من مودرن قبل كده ب150 مليون راحت فين؟ كلهم إعارات في الشتاء. طب صديق جولة اللي خدوه من سيراميكا ب4 لعيبة وفلوس كمان راح فين صديق جولة؟ رجع سيراميكا تاني. طيب عبد الرحمن مجدي اللي خدوه من الإسماعيلي ب40 مليون بيعيروه دلوقتي. وكله كوم، وإيفرتون دا سيلفا ده كوم تاني أبو 4 مليون دولار. إيفرتون دا سيلفا ده راحوا جابوه لمجرد إن الأهلي فكر يشتريه قبل كده. الناس دي مش أكتر من شوية سماسرة من اللي بيخشوا يعلوا في المزادات. الناس دي عايشة وبتتنفس عشان تكيد في الأهلي وتنكد عليه. الأمثلة كتير. مؤخرا كانوا جريوا على حمدي فتحي وكانوا هيدفعوا ملايين الدولارات كيدا في الأهلي وفي جمهوره، بس الأهلي طلع قال إنه مش مهتم بحمدي فتحي، والجمهور قال مش عايزينه، ما عملش معانا حاجة في كاس العالم. فورا بيراميدز غير رأيه وشال ايده من حمدي فتحي خالص. الأهلي راح يتكلم مع حسين إربد الأردني على عودة الفخوري، جري على الواد وهنديك أضعاف الأهلي، والمدرب الملدوع بتاعهم كلم الواد وقال له هخليك تلعب أساسي، وعرضوا على ناديه أكتر من الأهلي بكتير. بس الأهلي فهم المزايد واللعبة وشال إيده من الصفقة، سابوا الواد ومشيوا. طلع أبو الواد غسلهم ونشرهم في الإعلام وخلى اللي ما يشتري يتفرج. وبذكاء شديد من أبو الواد بعد ما خلص شتيمة وبهدلة فيهم قال احنا مش عايزين بيراميدز، دي ناس مش محترمة، احنا عندنا عروض من زد وسيراميكا، وكمان الأهلي لسه في الصورة. وبمجرد ما الراجل قال البقين بتوع الأهلي دول جري بيراميدز، جري اتواصلوا معاه، خلصوا التعاقد، مضوا الواد وجابوه جم. وقال ايه؟ ابوه ما قالش الكلام ده على بيراميدز، وبيراميدز اتعطل واتأخر عشان بس كان بيراجع العقود. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الصحفيين المصريين كانوا مسجلين لابوه واخدين سكرينات لرسائل الواتساب، ما هم عارفين اللي فيها، والفضيحة بقت بجلاجل. الأهلي خلع والسمسار لبس بالهنا والشفا. يبقى تعالى يوم الخميس خد الأشعة. الخلاصة إن بيراميدز ده عامل زي السمسار الخايب، بيخش المزاد يعلي وخلاص، آخرته حاجة من الاتنين، يا يتعرق ويخرج من المزاد، يا يعلي على الفاضي ويلبس زي ما لبس في عودة الفخوري كده. وبصراحة بيراميدز وابو الواد يستاهلوا بعض جدا. طمعانجي بناله بيت فلسنجي سكن له فيه. دول هيدفعوا فلوس لحسين إربد، وهيدفعوا فلوس للواد، وهيكتبوا له نسبة مشاركة في العقد، وهيكمل تعليمه على حسابهم، ومش بعيد يتجوز ويقضي شهر العسل ويخلف كمان على حسابهم. إدارة ناجحة بكل المقاييس. يا بخت جماهير بيراميدز العريضة بإدارتها الرشيدة. تكونش دي الحوكمة بتاعت أشرف صبحي؟ ناس ما عندهاش دم.